السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو غنهضروا على ملعب أدرار بأكادير الأشغال ديالو، وغنقدم لكم معلومة جديدة حول هذا الملعب. قبل ذلك فغنرجعوا لبلاغ البارحة ديال الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اللي قالت بالحرف الواحد بأن كأس إفريقيا 2025 غتقام في الصيف، وهذا الشيء عنده علاقة مع هذا الملعب وعنده علاقة مع الملاعب الأخرى اللي فيها الأشغال في هذه الأيام كملعب الرباط والملاعب الأخرى اللي كي تستعد لاستقبال كأس إفريقيا. إذن كأس إفريقيا غيكون في الصيف، وهذا الشيء اللي قالته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. أما بالنسبة لهذا الملعب فبزاف الناس كيقولوا أو كيراسلونا كيقول لك علاش ما كتهضرش على داخل ملعب الأكادير وكتهضر على المحيط فقط، محيط ديال هذا الملعب. فالمعلومة هي أن الاشغال داخل هذا الملعب فما كايناش تماما وما غاديش تكون، لانه قبل كأس افريقيا فما غاديش تكون اشغال داخل الملعب، غتكون اشغال خارج الملعب في المحيط كيف ما كتشوفوا في هذه الصور. اما داخل ملعب الأكادير فغتكون هناك تغطية للملعب وإضافة مدرجات وأشياء كثيرة جدا، ولكن بعد نهاية كأس إفريقيا. فمن الآن إلى كأس إفريقيا ما غاديش تكون شي أشغال اللي مهمة، وماشي غير في ملعب أكادير، أيضا ملعب فاس. فالأشغال غتكون في المحيط باش نحيدوا ديك الأرض القاحلة اللي كاينة في المحيط ديال الملاعب. فبالنسبة لملعب أكادير فكل المساحة الخضراء غترجع كيف ما كانت وأحسن. فهذا هو يعني الخبر، هو أن الملعب من الداخل فميه ما فيه حتى أشغال، والمحيط فقط هو اللي فيه الأشغال. إذن هادشي اللي عندنا في هذا الفيديو الإخوان الأخوات، تهلاو فراسكم، تشاو تشاو.